سيد الرئيس، سيدات النائبات، السادة النواب، إذا نحن انطلقنا مما وقع في تازة كعينة سنلاحظ أن هناك مشكلا كبيرا. هذا المشكل، وبصفتي مسؤولا عن النيابة العامة أتابع المعطيات المرتبطة بتوجيه اتهام لمن يجب، ألاحظ أن هناك انزلاقات عبر كثير من مناطق المغرب، لأن ثقافة الاحتجاج السلمي تراجعت لفائدة ثقافة الاحتجاج العنفي. أي شخص عنده مشكل ما بقاش عنده الخاطر باش أنه يطالب بحل مشكله بالطرق السلمية. أي فئة من الفئات ما بقاتش باغا تبقى عند حدود القانون، كل شيء عاد باغي يستعمل العنف باش يوصل ويحقق الأهداف ديالو، واللي ما قدرش يحقق العنف تجاه الآخر كيحقق على ذاته بالإحراق. هذا الموضوع هذا يسائلنا جميعا، لا فرق في ذلك بين حكومة ومعارضة، لا فرق في ذلك بين برلمان وصحافة، لا فرق في ذلك بين دولة وشعب. الجميع ينبغي أن يطرح السؤال: ماذا يقع في هذا البلد؟ نضمن لكل مواطن حق الاحتجاج السلمي، نضمن للمواطنين جميعا حق تظاهر المسؤول، لكن العنف ما هو الدافع إليه؟ خصوصا أن هذا العنف إما على المؤسسات العامة، إما على المواطنين، إما على الذات. هذه أشياء ينبغي مراجعتها، وينبغي أن نفتح حوارا مسؤولا حولها لنعيد الأمور إلى نصابها كدولة تريد أن تحقق انتقال ديمقراطي حقيقي. الدولة الآن إذا سارت الأمور على ما هي عليه ستقع اضطرابات لا أحد يريدها، وستأتي على الأخضر واليابس، وتلك هي الفتنة التي يجب على الجميع أن يحرص على توقيها. شكرا لكم. انتهى الوقت سيد الوزير، شكرا. نشكر السيد وزير العدل والحرية على مشاركته في هذه الحصة.